السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد الديب. ان شاء الله هيكون مدرس الساينس معاكم الترم ده، واتمنى ان احنا نحقق اقصى استفادة من الكورس بتاع الترم دوت ان شاء الله. جونيور 5 مش صعب، سهل، اسهل من جونيور 4 بكتير. الدنيا فيه ابسط، مش هياخد نفس الوقت عشان نخلص المنهج، لا المنهج بتاعي اقصر، وفي نفس الوقت الدنيا يعني ابسط كتير من جونيور 4. طيب عندي كام كونسبت الترم دوت؟ انا عندي 2 يونتس، كل يونت فيه 3 كونسبت. اول يونت اسمه ايه؟ اول يونت اسمه interactions of organisms، التكاملات او التداخلات اللي بتحصل ما بين الكائنات الحيه وما بين بعضها. فقلنا بيتكون من 3 كونسبت. اول كونسبت اسمه plant needs، فهيتكلم عن الاحتياجات بتاعه النباتات. تاني كونسبت اسمه energy flow in ecosystem، فهيبدا يتكلم عن ازاي الانرجي بتنتقل between living organisms ما بين الكائنات الحيه في الايكو سيستم بتاعنا في النظام البيئي. ايه اللي بيحصل لما living organism يفيد another living organism، يتغذى على living organism تاني؟ هنشوف الانرجي بتنتقل من انهي living organism to other living organism. طيب كونسبت 3 في يونت 1 اسمه changes in food webs، فيتكلم عن التغيرات اللي بتحصل في سلاسل الغذاء. هنفهم يعني ايه food web، سلسله الطعام، وايه التغيرات اللي ممكن تحصل فيها لو حصل غياب لواحد من الكائنات الحيه اللي موجوده في الفود ويب دي. طيب قلنا تاني يونت اسمه particles in motion، فهيبدا بقى شويه فيزيكس بسيطه كده، هيبدا يتكلم عن الجزيئات بتاعه الماده، هيتكلم عن الستيتس اوف ماتر، ايه هي الماتر اساسا وايه هي الستيتس بتاعتها، الحالات بتاعتها. هيتكلم عن ازاي بيحصل تغيرات في الماتر بتاعتي، لو عملنا لها هيتنج، عملنا لها كولينج، ايه اللي هيحصل لها. كل ده هنتكلم عنه في يونت 2 ان شاء الله. طيب قلنا زي ما احنا قلنا ان هو بيتكون من 3 كونسبت. اول كونسبت اسمه matter in the world around us، فيبدا يتكلم عن المواد اللي حوالينا. كونسبت 2 اسمه describing and measuring matter، هيبدا يتكلم عن ازاي بنوصف الماتر بتاعتنا وازاي بنقيسها، هقيس الفوليوم بتاعها، هشوف الكالر بتاعتها، هبدا ان انا اعمل لها description وابدا ان انا اقدر اوصفها. طيب كونسبت 3 اسمه comparing changes in matter، ودوت بقى اللي هيتكلم عن التغيرات اللي بتحصل في الماتر بتاعتي. المنهج بتاعي سهل وبسيط، عايز بس تركيز وعايز من حضراتكم شويه متابعه معايا بحيث ان احنا نحقق اقصى استفاده. طيب زي ما قلنا اول كونسبت عندي اسمه interaction between living organisms او plants need، هيتكلم عن الاحتياجات بتاعه النباتات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، هنا لو بصيت على الرسمه ديت هلاحظ شويه حاجات. اول حاجه هلاحظ ان البلانت في البدايه خالص بيبقى عباره عن سيد. السيد ديت اللي هي البذره بتاعت النبات. بيبدا السيد ديت يحصل لها جروينج، تبدا تكبر وتكون لي نيو بلانت، نبات جديد. طيب هي عشان تتحول من سيد لنيو بلانت اكيد مش في يوم وليله هنحط البذره النهارده فجاه هتكون لي نيو بلانت، لا الوقت بتاخد وقت. طيب هل هي بس بتاخد وقت؟ لا، ده بيبقى ليها some basic needs، بعض الاحتياجات الأساسية. لو بصيت على الصورة ديت، السيد ديت عشان تكبر وتكون لي نيو بلانت هتبقى محتاجة ايه؟ زي ما مكتوب في الصورة. أول حاجة هتحتاج air، هتحتاج هواء، الهواء دوت بيبقى فيه كربون دايوكسيد جاز، البلانت بتاعي هيعمل له absorption ويمتصه بحيث إن هو يكبر. طيب تاني حاجة إن البيزك نيدز بتاعت البلانت إيه؟ هنحتاج ووتر، الووتر ديت هيحتاجها البلانت، لازم نعمل ووترنج للبلانت بتاعتنا عشان تبدأ تتحول من سيد لغاية ما تكون لي نيو بلانت. طيب بتحتاج إيه تاني؟ تحتاج sunlight، ضوء للشمس. لو حطيت البلانت بتاعي في مكان ما فيهوش sunlight مش هيقدر يعمل growing ويكون لي نيو بلانت. يبقى لغايه دلوقتي احنا خدنا 3 main basic needs of the plant. اول حاجه قلنا الاير، تاني حاجه قلنا السانلايت، تالت حاجه قلنا الووتر. طيب ايه تاني؟ بيقول لي ان السيد ديت مش هتقدر تكبر غير وهي في سويل، محتاجه سويل ومحتاجه سبيس تو جرو، مساحه بحيث ان هي تكبر فيها، لان لو ما فيش السبيس ديت هي مش هتقدر تكبر. طيب هي بتعمل ابزوربشن لايه من السويل؟ هنعرف قدام، بس حاجه اسمها نيوترينتس اللي هي العناصر الغذائيه. طيب هنا بيقول when you observe the figure above that show the steps of growing up a bean seed، بيقول لي لو بصينا على الصوره اللي فوق دوت هنلاحظ المراحل اللي بيحتاجها البين سيد اللي هي بذره الفول عشان تكون لي نيو بلانت. طيب عشان تكون لي نيو بلانت هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي you can find out what the plants need to grow. بيقول لي لو بصينا للصورة هنعرف الحاجات اللي البلانت بيحتاجها عشان يكبر. أول حاجة بيقول لي إيه؟ بيقول لي أول حاجة الووتر، تاني حاجة الإير، تالت حاجة السانلايت، رابع حاجة النيوترينتس اللي هي العناصر الغذائية اللي بتبقى موجودة في السويل وهنتكلم عنها بالتفصيل قدام. خامس حاجة اللي هي السبيس تو جرو، المساحة اللي بيبدأ البلانت يكبر فيها.
يبقى هنا بيقول لي ان البلانتس نيدز اللي هي الاحتياجات بتاعه النباتات اللي بتعملها، الاحتياجات اللي بيحتاجها النبات عشان يبدا يعمل جروينج. قلنا اول حاجه السانلايت والووتر والاير والنيوترينت والسبيس تو جرو. طيب بيقول لي how do the structures of plant use water, air and light to perform life process. ازاي التركيب بتاع البلانت بتاعي بيساعد البلانت ان هو يعمل ابزوربشن للبيزك نيدز بتاعته، يمتص الحاجات اللي انا لسه قايلها من شويه ويبدا يكبر. فهنا بيقول لي ان البلانتس consists of different parts. لو بصيت على البلانت عندي هلاحظ ان هو بيتكون من اجزاء مختلفه. اول جزء اللي هو تحت السويل دوت، تاني جزء اللي هو الاخضر ده، تالت جزء اللي هي الاوراق دي. طيب اول جزء اللي هو تحت الارض دوت بنسميه ايه؟ اخدناها في جونيور 3 بنسميه روت. الروت دوت اللي هو الجذر بتاع النبات. طب بيعمل ايه الجذر بتاع النبات؟ بيعمل حاجتين. اول حاجه بيعمل ابزوربشن للنيوترينت من السويل، فبيمتص العناصر الغذائيه اللي موجوده في التربه. وتاني حاجه بيعمل فيكس ذا بلانت انسايد ذا سويل، بيثبت النبات بالجامد كده في التربه. يجي بقى اير، يجي شخص عمال يزق في التري مش هتقع. ليه؟ لان الروت بتاعها ماسك في الارض. طيب تاني حاجه الستيم دوت اللي هو الساق بتاع البلانت. ممكن بلانت كده لونها جرين، فالساق بتاع الستيم بتاعها اللي هو الجرين بارت ده، الجزء الاخضر ده. طيب ممكن تبقى تري، عارفين التري ما عندهاش الستيم ده، بس عندها حاجه اسمها ترانك. الترانك هو الستيم بالظبط. طيب ثالث بارت للبلانت هو الليف اللي هي الليف الورقه بتاعت النبات، فبيتكون من روت. البلانت بقى بيتكون من روت وستيم وليفز. طيب في بعض النباتات بيبقى عندها فروتس، ثمار زي ديت. الثمار ديت ممكن تبقى فيجيتابلز او فروتس عادي خالص، وبعض النباتات التانية بيبقى فيها فلاورز وهنتكلم عنها بالتفصيل. بس انا عندي 3 مين بارتس للبلانت، 3 اجزاء نباتيه، 3 اجزاء اساسيه للبلانت. ايه هما؟ الروت والستيم والليفز. تاني روت stem and leaves. فهنا بيقول لي plant consists of different parts، بتتكون من اجزاء مختلفه. اول حاجه قلنا الروت، تاني حاجه قلنا stem، تالت حاجه قلنا leaves. بيقول لي and some types of plants، بعض انواع النباتات consists of flowers or fruits، بتحتوي على flowers ازهار وفروتس اللي هي الثمار بتاعتها. طيب بيقول لي where each part of the plant has its own function، يعني كل جزء من اجزاء النباتات اللي احنا لسه متكلمين عنها دلوقتي ليه فانكشن بيقوم بيها، ليه وظيفه معينه هو بيقوم بيها. فهنا بيقول لي ان البلانت use these different parts to obtain their basic needs، يعني بيستخدموا البارتس اللي هي الاجزاء الاساسيه بتاعتهم زي ما قلنا الروت والستيم والليفز عشان يحصلوا على البيزك نيدز، الاحتياجات الاساسيه اللي احنا لسه قايلين water, air, sunlight, nutrient and space to grow. هنا ديت البيزك نيدز بتاعت البلانت بيحصلوا عليها عن طريق الروت والستيم والليفز. طيب خلاص في الكونسبت ده هبدا اتكلم عن ايه. اول حاجه هنتكلم عن البيزك نيدز بتاعت البلانتس بالتفصيل، الاحتياجات الاساسيه بتاعت البلانتس. تاني حاجه comparing plant and the human system، هيقارن ما بين الهيومن سيستم، الانظمه اللي موجوده في جسم الانسان والانظمه اللي موجوده في البلانت. هيتكلم عن البارت اوف بلانت، كل ده هنتكلم عنه قدام. طيب هنا بيقول لي لو بصيت على بيقول look at the opposite picture، بص على الصوره اللي قدامي ديت then put right or false. تمام تعال نشوف. هنا بيقول both human and animal both human and plant need food and water every day to survive. النبات بيحتاج زيه زي الانسان، بيحتاج ميه وبيحتاج فود عشان يكبر كل يوم، اكيد طبعا true. هنا طيب تاني حاجه بيقول لي both human and plant need carbon dioxide gas to breathe. خدنا في جونيور 4 هل الهيومن بيقدر يعمل ريسبيريشن للكربون دايوكسيد جاز؟ انا لما بعمل انهيليشن كده وادخل الاير انسايد اور بودي انسايد اور لانج، هل ده بيحصل بنعمل ابزوربشن للكربون دايوكسيد ولا بنعمل ابزوربشن للاكسجين؟ احنا بنعمل ابزوربشن للاكسجين، لكن البلانت بيعمل ابزوربشن للكربون دايوكسيد. فهنا بيقول لي ان الهيومن والبلانت نيد كربون دايوكسيد جاز تو بريث. هنقول له فولس. خلاص طيب هنا بيسألني بيقول what does plant need to survive؟ ايه هي الحاجات اللي بتحتاجها البلانت عشان تعمل survive؟ فهنا بيقول ان البلانت need زي ما احنا قلنا plants need food
ايه ده اسف. plants need food as well as our bodies to grow and survive. يعني زي ما اجسامنا احنا كهيومن وانيمالز بتحتاج الووتر والفود عشان تكبر وتنجو، نفس الكلام البلانت هو كمان need water and food to grow and survive. هنا بيقول we must provide the plant with all its needs to able to grow. يعني النبات لازم يمتص الاحتياجات الاساسيه بتاعته او لازم نوفر له الاحتياجات الاساسيه بتاعته عشان يقدر يعيش. طب هو لو ما عندوش البيزك نيدز ديت هل هيقدر نعيش؟ هل هيقدر يعيش؟ لا. طيب فهنا بيقول لي check your understand. تعالى نعمل check لل our understand بتاعنا. ماشي. هنا بيقول circle the item that the plant need to grow and survive. هنعمل دايرة على الحاجة اللي بيحتاجها البلانت عشان يكبر. هل بيحتاج space to grow؟ بيحتاج space to grow فهنعمل عليها circle. ماشي. طيب ايه تاني؟ هل بيحتاج water؟ بيحتاج water to grow and survive. هل بيحتاج meat؟ لا مش بيحتاج meat عشان يgrow and survive. بيحتاج sunlight؟ بيحتاج sunlight فهنعمل عليها circle. بيحتاج air to grow and survive. بيحتاج air to grow and survive. طب هل بيحتاج البرفيوم to grow and survive؟ اكيد لا طبعا مش بيحتاج. يبقى البيزك نيدز اللي احنا اتكلمنا عنها احنا قلنا ان هم 4 basic needs: sunlight, air, water and nutrient. والنيوترينت دي هنتكلم عنها قدام شويه. طيب اوكي ماشي. هنا بيقول لي what do you already know about plant need. ايه اللي احنا عرفناه عن الاحتياجات بتاعت النبات؟ بيقول هنا ال plants and animals. بنقول ان ال plant need some resources to live and grow. يعني النباتات بيبقى ليها شوية مصادر عشان تقدر تعيش. زي ايه؟ بيقول لي زي الكربون دايوكسيد، ودوت اول حاجة واهم حاجة. الكربون دايوكسيد جاز. الكربون دايوكسيد جاز دوت هو عباره عن جاز موجود في الاير بتاعي، غاز موجود في الهواء عادي. البلانت بيعمل له ابزوربشن، بيمتصه زي ما احنا بنعمل ابزوربشن للاكسجين واحنا بنعمل بريثنج، بندخل الاكسجين انسايد اور بوديز. هو البلانت كمان بيعمل بريثنج بس بيتنفس، بياخد ايه؟ بيعمل ابزوربنج للكربون دايوكسيد جاز. طيب تاني حاجه بيحتاج البلانت sunlight to grow and survive. بيحتاج ضوء الشمس عشان يكبر، وهنعمل اكتيفيتي دلوقتي هنشوف ايه اللي هيحصل لو البلانت doesn't get the sunlight. طيب تالت حاجه بيحتاجها البلانت water. بيحتاج الووتر عشان يكبر ويقدر ان هو ينمو. اخر حاجه واهم حاجه nutrients that found inside the soil. العناصر الغذائيه اللي موجوده في السويل. مش احنا لسه قايلين ان البلانت بيتكون من روت وستيم وليفز؟ قلنا الروت دوت وظيفته ان هو بيعمل absorption للنيوترينت inside the soil، بيمتص العناصر الغذائيه اللي موجوده في السويل. طيب ايه هي النيوترينت؟ احنا دلوقتي خدنا السنه اللي فاتت ان احنا بنقيت الفود، بناكل فود ليه؟ to get energy and nutrient، عشان الباديز بتاعتنا الاجسام بتاعتنا تحصل على النيوترينت العناصر الغذائيه اللي موجوده في الفود بتاعنا. مثلا بنشرب لبن عشان نحصل على الكالسيوم، مثلا بناكل ابل ولا بناكل ميت عشان نحصل على الحديد اللي موجود جواه، دي اسمها نيوترينت. نفس الكلام البلانت بيعمل ابزوربشن للنيوترينت ديت من السويل عن طريق ايه؟ عن طريق الروت. طيب يبقى كده احنا عرفنا ان البلانت نيدز هم 4 حاجات. اول حاجه water, sunlight, carbon dioxide and nutrient. هم دول الفور basic needs of the plant. مهم جدا ان انا اكون عارفهم. تاني sunlight, carbon dioxide, water and nutrient. طيب بيقول ان الwater and air are basic needs of plants, animals and humans. نركز في الحته دي. هنا بيقول لي ان الميه والاير الهواء هم من البيزك نيدز بتاعت الهيومن والانيمال والبلانت. عمرك شفت انيمال او بلانت او هيومن can live without need of air or water؟ يقدر يعيش من غير ميه او هواء؟ مستحيل. عشان كده بيقول لي ان البلانت والانيمال والهيومن بيحتاجوا الووتر والاير عشان يقدروا يعيشوا. طيب هنا بيقول لي ان الهيومنز and other animals need to eat food. يعني ايه الكلام دوت؟ الحته ديت مهمه. فبيقول لي ان الهيومن بيحتاج ان هو يحصل على الفود، ياكل، لازم يتغذى، ياكل عشان يقدر يعيش. to gain energy and nutrients to live. بس بيقول لي ان most plants get nutrient from the soil and make their own food through a process. البلانت مش بيبدأ ان هو يتغذى على اي حاجة تانية، يروح ياكل حاجة تانية، لا هو بيميك its own food، بيبدأ يصنع الغذاء بتاعه بنفسه. طب ازاي يا مستر هيصنع الغذاء بتاعه بنفسه؟ تعال نشوف. في بروسيس بيقوم بيها اسمها photosynthesis process. اسمها ايه؟ photosynthesis
بروسيس، عمليه البناء الضوئي. بيعمل فيها ايه الفوتوسينثيسيس بروسيس دي؟ احنا قلنا ان البلانت كانت ايت فود، مش بيقدر ان هو ياكل الطعام، بس البادي بتاعت البلانت كان ميك اتس اون فود، بتقدر تصنع الغذاء بتاعها بنفسها. فبتعمل ايه؟ هنا بتعمل ابزوربشن للبيزك نيدز بتاعتها اللي هي السان لايت والكربون دايوكسيد والووتر والنيوترينت. تبدا تعمل كومباينيشن للحاجات ديت مع بعضها وتبدا تميك اتس اون فود، تصنع الغذاء بتاعها بنفسها. في بروسيس بنسميها ايه؟ البروسيس مهمه جدا جدا جدا، هتجيلنا 20,000 مره، اسمها فوتوسينثيسيس بروسيس. فهمنا الحته دي؟ طيب هنا بيقول ان البلانتس make their own food which is a type. الكلمه دي مهمه برضو، لازم نعرف ان البلانت فود اللي هو الغذاء بتاع البلانت it's a type of sugar، هو نوع من انواع السكريات، هنتكلم عنه قدام شويه، اسمه جلوكوز شوجر. المهم الشوجر دوت هو الفود بتاع البلانت. طب هل هي بتروح تحصل على الشوجر دوت ازاي؟ قلنا ان هي بتقوم ببروسيس اسمها فوتوسينثيسيس بروسيس، فبتبدا الباديز بتاعتها تقدر تكون لي الشوجر في البادي بتاعها، فبتقدر تتغذى عليه. يبقى تاني البلانت بتعمل ابزوربشن للووتر والسان لايت والكربون دايوكسيد والنيوترينت، تبدا تعمل كومباينيشن ليهم مع بعض، تخليهم يتحدوا مع بعض ويتكونوا لي الجلوكوز شوجر. طيب لما تكون الشوجر، البروسيس دي اللي بتقوم بيها اسمها ايه؟ اسمها فوتوسينثيسيس بروسيس. طيب فهنا بيقول لي plant make their own food، بتصنع الفود بتاعها فين؟ inside their leaves، داخل الاوراق بتاعتها. يبقى المطبخ اللي بتطبخ فيه البلانت الغذاء بتاعها اللي هو الشوجر، بتطبخه فين؟ في الليفز بتاعها. خلاص فهمنا؟ يبقى البروسيس اللي بتقوم بيها البلانت to make its own food هي فوتوسينثيسيس بروسيس. طيب ايه هو الفود اللي بتصنعه في الفوتوسينثيسيس بروسيس؟ قلنا الفود دوت هو الشوجر. طيب قلنا فين المكان اللي بيتصنع فيه الشوجر؟ inside their leaves، داخل الاوراق بتاعتها. قلنا في بروسيس بنسميها ايه؟ photosynthesis process. فهنا بيقول لي where the roots of a plant absorb water and nutrient from the soil، بيمتصوا الميه والنيوترينت من السويل. زي ما احنا شايفين الروت اهو هيعمل absorption للووتر وهيعمل absorption للنيوترينت. النيوترينت ديت اللي هي العناصر الغذائيه، هيبدا برضو يمتصها من السويل. طيب بعد كده بيقول لي ان الووتر اند نيوترينت ار كاريد اب، مش هم موجودين في السويل تحت، انا عايزهم يطلعوا للليفز، لان الليفز ديت هي اللي هيبدا يتصنع فيها الجلوكوز شوجر، فلازم يوصل لها الووتر والنيوترينت. طيب مين اللي هيوصلها لفوق كده للووتر والنيوترينت؟ احنا عارفين ان الستيم هو اللي هيوصلها، هيبدأ تطلع فيه. فهنا بيقول لي ان الووتر and the nutrient are carried from the roots to the leaves، هتنتقل من الروت للليفز عن طريق مين؟ قلنا عن طريق الستيم. طيب فهنا بيقول لي from the previous explanation، من الاستنتاج او من المثال اللي قدامي ده بنستنتج شويه حاجات. اول حاجه ان البيزك نيدز بتاعت البلانتس هم 4 حاجات. اول حاجه الووتر والنيوترينت، وديت بتبقى موجوده في السويل تحت خالص. مين اللي بيعمل لهم ابزوربشن؟ الروت. طيب احنا لسه عندنا السان لايت والكربون دايوكسيد. السان لايت والكربون دايوكسيد الليفز بتاعت البلانت هي اللي بتعمل لها ابزوربشن، يعني الكربون دايوكسيد هيخش انسايد ذا ليفز، والسان لايت برضه هيدخل للليفز بتاعتي. طيب يبقى كده عملنا، بيقول لي من البيزك نيدز بتاعت البلانت السان لايت والووتر والاير اللي هو الكربون دايوكسيد والنيوترينت. طيب هنا بيقول لي check your understand، تعالى نعمل check our understand عشان نشوف example ده. اوكي بيقول لي classify the following items. classify the following items يعني صنف لي العناصر اللي قدامنا ديت لبيزك بلانت نيدز او not basic plant needs. فالبيزك بلانت نيد هنحطها هنا والنوت بيزك بلانت نيد هنحطها هنا. اول حاجه الووتر، لسه قايلين الووتر ديت من البيزك نيدز ولا مش من البيزك نيدز؟ قلنا لا ان هي بيزك نيدز هنحطها هنا. طيب السان لايت برضه بيزك نيد هنحطها هنا. طب الاكسجين، لا الاكسجين مش من بيزك نيد، احنا قلنا الكربون دايوكسيد هو اللي بيزك نيد. الشوجر مش بيزك نيد، لان احنا قلنا الشوجر دوت هي حاجه هتصنعها مش هتمتصها. احنا قلنا البيزك نيدز 4 حاجات: ووتر، اير اللي هو الكربون دايوكسيد يعني، سان لايت اند نيوترينت. طيب الفورست برضو مش من البيزك نيد. الكربون دايوكسيد لا، الكربون دايوكسيد ده من البيزك نيدز هنحطه هنا. خلاص يبقى الووتر والسان لايت والكربون دايوكسيد دول عباره عن بيزك نيدز فور فوتوسينثيسيس بروسيس عشان تقوم بعمليه البناء الضوئي.
طيب الاكسجين والشوجر والفورست لا، ده ديت مش من البيزك نيدز فور ذا فوتوسينثيسيس بروسيس. كده احنا خلصنا ليسون 1. ليسون 1 ما فيهوش اي حاجه خالص وسهل وجميل. هنبدا ان احنا نحل الهوم ورك بتاعت ليسون 1 ونبدا نبعتها عشان ابدا اصححها، وبعد كده اقول لكم الحاجات اللي احنا غلطنا فيها. ليسون 1 سهل خالص، ما كانش فيه اي مشكله، بس هو كان بيديني انترودكشن عن البلانت بسهوله خالص. نخش على ليسون 2.